سيف طالب عادي جدا، لا عبقري ولا مهم، بس عنده مشكلة مدمراه. بيذاكر كتير بس دايما حاسس إنه تايه. يقعد بالساعات قدام الكتاب، يبدأ حلو وبعد شوية يحس إن دماغه قفلت. يخلص اليوم وهو مرهق ومن غير إحساس بالإنجاز. سيف مش كسول، سيف بس مش عارف يمسك المذاكرة منين. والسؤال هنا، ليه في ناس بتذاكر أقل وتطلع نتيجة أحسن؟ النهاردة هنجاوب سيف بخمس خطوات بسيطة، مش سحر بس فعال. وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتعليق لأنه بيفرحني أكتر مما تتخيل. الخطوة الأولى، افهم قبل ما تحفظ. أكبر غلطة كان بيعملها سيف إنه بيحفظ على طول من غير ما يفهم هو بذاكر ليه أصلا. قبل أي درس اسأل نفسك الدرس ده بيحاول يقول إيه، مش تفاصيل الفكرة العامة. 5 دقايق فهم توفر عليك ساعة حفظ. الخطوة التانية، ما تذاكرش لوحدك. لا مش قصدي تقعد تهزر، قصدي تشارك المعلومة. اشرح الدرس لحد تاني، أخوك مثلا، صاحبك، حتى لو بتشرحه للحيطة. لو عرفت تشرحه ببساطة يبقى فهمته بجد. الخطوة التالتة، راجع وانت هادي. سيف كان بيراجع وهو متوتر، حاسس انه متأخر، بس الحقيقة المراجعة محتاجة هدوء مش فزع. راجع وانت رايق نقطة بنقطة. وفي الآخر سيف فهم إن المشكلة مش في وقته ولا في قدراته، المشكلة كانت في الطريقة. ابدأ بخطوة واحدة بس من دول النهاردة وما تنساش تبقى مثالي. كان معكم عمر أحمد، بحاول أقدم محتوى بسيط يمكن يفرق معك في يوم من الأيام. تصبحوا على خير.